السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. نواصل تفسير سورة الفتح من تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله. نستمع إلى الآيات أولا، وبعد ذلك نشرع في تفسيرها بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. سمرة نوع من أنواع الشجر كما يقول أهل العلم. روى الإمام البخاري بسند عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. قال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. رواه البخاري. قال أهل العلم: قال سعيد ذلك على سبيل السخرية والتخطئة لهم، فالله عز وجل أنساهم أمر الشجرة حتى لا تعظم ويغال فيها فتصبح وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وقوله: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة، فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. روى ابن أبي حاتم بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال: فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة ثمرة فبايعناه، فذلك قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فبايع لعثمان بإحدى يديه عليه الصلاة والسلام. قال: فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى. فقال الناس: هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة
ما طاف حتى أطوف. قال أهل العلم: أحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظن بعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان عثمان عند حسن ظن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول عثمان: لقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الآيات العديد من الفوائد والوقفات التدبرية. من فوائد الآيات دفع الإثم والحرج في التخلف عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو المرض، وهذا دليل على أن أحكام الشريعة تقوم على الرفق واليسر، وفي نفي الحرج عن كل من الطائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة. وقدم الأعمى على الأعرج لأن عذر الأعمى يستمر ولو حضر القتال، والأعرج إن حضر راكبا أو بطريق آخر يقدر على القتال بالرمي وغيره. وقدم الآفة في الآلة على الآفة في القوة، لأن الآفة في القوة تزول وتطرأ، والآفة في الآلة إذا طرأت لا تزول، فإن الأعمى لا يعود بصيرا، فالعذر في محل الآلة أتم. من الفوائد أيضا بيان وعد الله ووعيده لمن أطاعه ولمن عصاه، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. من الفوائد أن القرآن الكريم يشهد برضا الله عز وجل عن الصحابة وثنائه عليهم. من الفوائد أيضا بيان فضل أهل بيعة الرضوان وكرامة الله لهم برضاه عنهم، وأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن. من الفوائد أيضا ذكاء عمر وقوة فراسته إذ أمر بقطع الشجرة خشية أن تعبد، وكم عبدت من أشجار في أمة الإسلام في غيبة العلماء وأهل القرآن. من الفوائد أيضا مكافأة الله تبارك وتعالى للصادقين الصابرين المجاهدين من عباده المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة. من الوقفات التدبرية في قوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. من الفوائد والوقفات أيضا في قوله: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار. من الوقفات التدبرية أيضا في قوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الشيخ السعد عليه رحمة الله: فالسعادة كلها في طاعة الله، والشقاوة في معصيته ومخالفته. من الوقفات التدبرية أيضا في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الإمام الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله: وذكر تحت الشجرة لاستحضار تلك الصورة تنويها بالمكان، فإن لذكر مواضع الحوادث وأزمانها معاني تزيد السامع تصورا، ولما في تلك الحوادث من ذكرى مثل مواقع الحروب والحوادث ومواقع المصائب وأيامها. أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.